عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. نتمنى تكونوا بصحة وبخير. اليوم جيتكم بوصفة البقلاوة التركية بطريقة سهلة بالحق، ما فيها حتى شيء، أسهل بياسر من البقلاوة التونسية، على خاطرها تتعمل بالبات فيلو. معناها حتى إنسان ديبيتون عمره ما عملها تنجم تنجحله وتجيه بنينة تعمل الكيف. باش نعطيكم ليستاب الكل بالتفصيل وتجيكم بنينة هشة وتصبر. الحاجة الباهية اللي انت تنجم تتحكم في الكمية، يعني تنجم تعمل كمية صغيرة وإلا كمية كبيرة كيف ما تحب انت، حسب معنى امكانياتك وحسب ميزانيتك. دونك يسوفي جوست باش تتبع لي زيتاب. اقعدوا معايا تابعوا الفيديو للاخر، ما تنساوش تعملوا اشتراك للقناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو. وبيان سور اذا عندكم اي تساؤل اكتبوا لي في لي كومونتير، انا نجاوبكم في ساعه باذن الله. دونك تو نتعداو ونشوفوا المكونات نتاعنا. وراني مش باش نعمل كميه كبيره نتاع البقلاوه. اذا تحبوا تضاعفوا في الكميه راكم لازمكم تضاعفوا في الفاكهه، تضاعفوا في الشحور، البات فيلو والزبده، كل شيء. دونك اول حاجه باش نبداو بها باش نعملوا الشحور. خديت 250 غرام سكر ابيض. حبيت نعطيكم الحكايه بالكيسان. راهو الشحور نعملوه زوز كيسان سكر عليهم كيس ماء، والا زوز صحافي سكر عليهم صحفه ماء. دونك بالضبط خديت زوز كيسان هذاك التاي عليهم كيس ماء. وانتم بعديك تنجموا تحكروا باي حاجه تحبوا عليها انتم. نستحقوا زاد شويه قارص وشويه ماء ورد ولا ماء عطرشيه والا ماء زهر كيف ما تحبوا انتم. سينو اذا ما تحبوش قو الفاحات هذيا ما تحطوش. ونستحقوا زادة البات فيلو. الحق في تونس من 20 تتباع بالضبط، اما انا هوني في فرنسا ناخذها من عند لاتراك، وهما يعملوا بها تسكي بقلاوه بوراك. هي كما ورقه البريك، اما هي جويده على الاخر، فين وفيسا فيسا تتقطع. والحاجه الباهيه فيها انك تنجم تستعملها في لي غوسيت سكري اي سالي. معناها المره هذه احنا باش نعملوا بها بقلاوه، نجموا نعملوا بها المره الجايه اون اوتر غوسيت. شو نستحقوا زاده اخر شويه سكر محور مغيرفه. حكايه مغيرفه للحكايه اللي باش ناخذو. انا خذيت 200 غرام زوزه، والا تنجموا تعملوا شويه زوزه وشويه لوز، والا بيان سور تنجموا تحطوا شويه بفريوه والا شويه فستق، اي فيك تحبوا عليها. المهم ننصحكم ما تحطوش اللوز وحده، على خاطر جربت مره عملتها باللوزه كهو ما عجبنيش ياسر. يعني من المستحسن اللوز تخلطوه بفاكهه اخرى. ونستحقوا زاده شويه زبده. ونتعداو توا لطريقه التحضير. اول حاجه نصبوا السكر نتاعنا، زوز كيسان تاي نتاع سكر. كما قلت لكم 250 غرام. نصبوا فوقهم الماء وما نمسوهمش، نخليهم حتى لين يذوب السكر ويبدا يبقبق. وقتها باش نزيدوهم مغرفه قارص ومغرفه ما ورد والا ما زهر والا ما عطرشيه اللي تحبوا انتوما. وقتها نخلطوهم بالباهي مع بعضهم المكونات ونخليهم حتى لين يكملوا يطيبوا. وقتاش نعرفوهم يطيبوا؟ راهو هو تو ديبون من 12 دقيقه ل 15 دقيقه. انت وقوه الغاز قداش تحطوا هكاكا. ونعرف الشحور نتاعنا طاب كي ناخذوا قطيره نحطوها في صحن وما تسيلش، يعني اذا سالت راهي مازالت ما طابتش. اذا قعدت في بلاصتها وقتها نعرفوا اللي هو طاب. الشحور نتاعنا ما لازموش يكون ميه، معناها لازم يكون عاقد شويه كمان. فوالا الشحور نتاعي هكاكا طاب. تعدي توا باش نهروش الفاكهه نتاعي. انا في المرحله هذه استعملت لاشواغ مانويل، وبعد كل واحد يرحي الفاكهه نتاعو بالطريقه اللي يحب عليها هو. الحق ما حبيتش نرحيها ياسر، ما حبيتهاش تولي بودر، نحبها تبدا تقرمش شويه تحت السنين. دونك رحيتها هكا خشينه شويه. بعديك لكم انتم حريه الاختيار، كل واحد كيفاش يحبها تبدا مرحيه. وهكاكا كانت النتيجة بعد ما كملت رحيتها. وتعدي توا باش نحط السكر المحور، نحطه مغرفة ماكلة معبية سكر محور، على خاطر ديجا بعديك عندنا الشحور وكل. دونك مش لازم نحطو ياسر سكر. نخلطوها بالباهي حتى لين نتحصلوا على خليط متجانس، ما عادش نلقاو السكر في وسط الفاكهة. اون فوا نخلطوها بالباهي وقتها باش نبداو نزيدو في ماء الورد والا الزهر والا عطرشيه اللي تحبوا عليه نتوما. حطيت مغيرفه ماكله زاده كيف كيف ونخلطها معاهم. توا تعديت باش نذوب الزبدة متاعي. ناخذ مقدار 150 غرام زبدة. من المستحسن نعمل بزيت زبدة، على خاطر قد ما تكون مدهونة بالزبدة على قد ما يكون خير. نخليوها حتى لين تبقبق وتطلع الحليب نتاعها، وبعد كده نصفيوه. نخرجوا الزبدة وحدها والحليب وحده، خاطر الحليب يفسد بعد ديك البقلاوة. ريتو كيفاش قعد الحليب، لا محالة معاه شوية زبدة، اما الله غالب ما نجموش نفصلوه 100%.
ونتعداو توا البات فيلو متاعنا. احنا على الاول تبدا هي في وسط الباكو متاعها، تبدا ملفوفه الكل مع بعضها، نحلوها كلها وبعديكا نقعدوا ناخذوا بالزوز بالزوز نثنيوهم على اثنين ونحطوهم على جنب، على خاطر احنا ديجا ما باش نستعملوا الكميه كامله. اذا باش تستعمل كميه كامله اوكي اثنيهم الكل، اذا ماكش باش تستعمل كميه كامله اقعد اثني بالزوز بالزوز ونخليوهم بعديكا في وسط ساشي، خاطر البات فيلو اذا شمت الهواء راهي في ساعه تولي تتقرمش وتسيب الفتفات نتاعها ما تنجمش حتى تخدم بها. دونك هذاك علاش لازمها تبدا ملفوعه في ساشي بالباهي بالباهي. الكميه اللي ما حناش باش نستعملوها نخبيوها في وسط ساشي اخر. ونتعداو توا باش نلفوا البقلاوه متاعنا. خذيت ورقتين متاع بات فيلو، حطيتهم تحت بعضهم وباش ندهنهم بالباهي بالباهي بالزبده، على قد ما يكونوا مدهونين بالزبده على قد ما يكون خير. به خذيت هذيك اللابيري متاع التريكو متاع الصوف وكل باش نستعملهم باش نلف بيهم. سينو اللي ما عندوش حتى يبدا عنده شي باجيت متاع لوح، والا فما شكون حتى يشد هذيك الالومنيوم يلف ويكون بيه عود. حطيله كل واحد الطريقه نتاعو يبتكر على كيفه. وبعديكا نحطوا الفاكهه بعد ما ندهنوا البات فيلو بالباهي ونقعدوا نلفوا فيها بالعود بالطريقه هذيك. احنا نازلين شويه، يعني احنا نلفوا واحنا ننزلوا شويه، وبعد ما نلفوها الكل نشدوا من اليمين واليسار وننزلوا عليها هكيكه تعمل هيك التكميشات، ما نجيوش من الوسط وننزلوا عليها، يعني من الجناب اليمين واليسار لي دو زيكستريميتي وكها. وبعد كده نجبدوا العود متاعنا ونحطوها في الطبق اللي باش ندخلوا الفور ونغطيوها بالبلاستيك. بالحق جنسيت بيان راهو ما كاينش تلقاهم بعد كده كل يفسدوا. ونتعداو نعملوا اللي بعدها بنفس الطريقه، ندهنوا بات فيلو بالباهي، ندهنوها بالزبده بالباهي بالباهي، بعد كده نحطوا العود ونثنيوها شويه، وبعد كده نحطوا الفاكهه متاعنا ونقعدوا نلفوا فيها بالباهي واحنا نازلين شويه، وبعد كده نجيو لي دو اكستريميتي ننزلوا عليهم حتى لين يظهروا لنا هذوك التكميشات ونحطوها بحذا صاحبتها ونتعداو لنفس الطريقه حتى لين نكملوا الكعبات متاعنا الكل. وبعد ما نكملوهم الكل نلصقوهم لبعضهم بيان سور وندهنوهم باللي يفضلنا من الزبده. لازمنا ندهنوهم من الجناب من الفوق من التراكن الكل. وبعديك خذيت هذيك باش نقيس بها كعبه البقلاوه. بعديك تنجموا نتوما بيان سور تعملوهم اطول ولا اقصر كيف ما تحبوا انتوما، المهم حاولوا اعملوهم الكل فرطول هكا باش يبداو مزيانين معناها. وقعدت نقص فيهم بالسكينه، راهو لازمنا نقصوهم قبل ما ندخلوهم الفور. اون فوا طابو بعديك باش نقصوهم يوليو كلهم يتقرمشوا كل، يعني لازم البقلاوه تتقص من قبل باش تبدا نظيفه. وبعديك دخلتهم للفور على 180 درجه تقريبا مده نص ساعه. وبيان سور كل واحد عينه ميزانه، خاطر كل فور كيفاش يطيب، يعني اون فوا تحسوهم يحمروا وكل تخرجوهم. وبعد ما خرجتهم من الفور حطيت الشحور حذايا، لازم الشحور يكون ديجا وقتها برد، ما نستعملوهوش وهو مازال سخون، لازم يبدا ديجا بارد. وحضرت زاده البيستاش المهروش باش نزين بيه، سينو راهو تنجموا تعملوا باي فاكهه اخرى والا من غير ما تزينوا، معناها جوست تعملوا الشحور نتاعكم. ونصبوا الشحور وكعبات البقلاوه مازالوا سخان، مازال الشحور ما تشربش بالباهي، نكملوا نزينوهم بالبيستاش باش يلصق فيهم بالباهي. انا زينت بالطريقه هذه، وبعديك نتوما بيان سور تنجموا تزينوا باي طريقه تحبوا عليها نتوما. وخليتهم حتى الشحور يتشرب بالباهي وكعيبات البقلاوه يبردوا، وحضرت معاهم كويس تي. صدقوني يجيو بنان يعملوا الكيف. نتمنى تجربوا الوصفه وتعطيوني رايكم. وكيف ما قلت لكم اذا عندكم اي تساؤلات بيان سور اسالوا اتو مومون، سا مي في انورميمون بليزير. نتمنى وصفه اليوم تكون عجبتكم، ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو. وملتقانا في فيديو جديد إن شاء الله. بسلامة.